السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في بيتك عامر مع أم محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أجمل طبق بطاطا بقى في عز الشتاء ده بقى وأنت تحت البطانية، وحاجة كده إيه كلها على بعضها ب2 جنيه ونص. كيلو البطاطا كان عامل 2 جنيه ونص، دلوقتي ممكن يكون عامل 5 جنيه عادي. أنا كنت عاملاها من بدري بس معايا كام بطاطا حطهم في التلاجة. ساعات بسلقها وأحطها كده إيه كام بطاطاية في التلاجة، أول ما أكون بقى كده إيه بردانة وعاوزة طبق حلويات أطلع كده كام بطاطاية وأهرسهم وأحط عليهم المهلبية. تعالي معايا شوف الطريقة ومتنسيش اللايك. بصوا ادي البطاطا، انا مقشراها ومقطعاها كده ايه دواير، واحط عليها كوبايه ميه وحبه سكر، وكده كده البطاطا بتنزل ميتها. اهم حاجه تتوطي عليها النار عشان بس ايه ما تتحرقش منك. وقبل ما تعملي اللايك قولي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. صلي على النبي كده معاه عشان ناخد الاجر مع بعض. هحط زي ما قلت لكم هنا، هحط كوبايه ميه وكوبايه سكر. انا بوريكم هنا، بقول لكم انا حطيت كوبايه ميه وكوبايه سكر. هوطي عليها النار لحد ما تتسلق. بصوا كده احنا هنعمل البشاميل بتاعها. انا هنا حاطه بتاع 3 معالق دقيق. هنا بقى حبه معلقتين سمنه كده. انا هنا بنتي هي اللي بتعمل البشاميل، ربنا يبارك لي فيها يا رب اللهم امين. وادي البطاطا هرسناها ودهنا الصينيه سمنه وسويناها كده في الصينيه. انا معايا القالب دوت بعمل فيه الكيكات والحاجات اللي زي كده كلها. سوينا البطاطا، معاكي معلقه قشطه اهرسيها معاه. يعني انا بوريكم البطاطا في نفس الوقت البشاميل اللي هنا بيتعمل. بصوا انا هنا حطيت على 3 معالق كيلو لبن. معلش بقى دي ايه الغلايه حطها في اللبن عشان اللبن بس ما يطفحش. هقلبهم، وطبعا السكر زي ما انت عاوزه تحطي السكر على ايه. شوفي انت بتحبي الحاجه مسكره زياده، بس هو كويس سكر البطاطا. هنا حطيت باكون فانيليا عشان البطاطا كده تبقى ايه ريحتها حلوه وجميله كده زي الحلويات. يعني هنا بحط معلقتين، بحط السكر. معاكي قشطه حطي. انا بقى ما قدرتش صراحه انزل اجيب قشطه، قلت استكفيت باللبن. هنا كده البشاميل بيتقل معايا. انا مش هخليه تقيل قوي عشان ايه لسه هيتحط ايه هياخد وش في الفرن. لو انت ما عملتيش اللايك يا اموره انزلي اعملي اللايك. انا عملت البشاميل في نفس الحله اللي انا سلقت فيها البطاطا، عشان ما تقولوش بس الحله متوسخه ولا حاجه، عشان بس ما كترش على نفسي مواعين. الحله اللي انا عملت فيها البطاطا عملت فيها البشاميل. اللي على الجناب دوت بطاطا. انا هنا كده بدوق البشاميل. بشوف انا بقول لكم الحاجات اللي على الجنب دي مطرح البطاطا. دقت البشاميل وشفته كده، لقيت السكر بتاعه كده بالنسبه لي حلو. خلاص بقى يا ام محمد هما شافوا مطرح البطاطا. هنا لقيناها هنا محتاجه سكر فحطينا لها سكر تاني. الفيديو ده الصراحه معمول عندي من بدري، بس انا الصراحه بيجي لي كده احساس بالكسل ان انا مش عاوزه انزل فيديوهات. بصوا البشاميل اللي هنا انت ممكن تعملي مهلبيه، بس انا هنا عامله بشاميل. صبينا البشاميل على البطاطا المهروسه اللي محطوطه في الصينيه. معاكي قشطه حطي على الوش قشطه. انا حطيت كم معلقه سمنه كده على الوش. لو معكيش سمنه بلدي او قشطه ممكن ترشي حبه سكر كده من فوق يديك اللون الاحمر دوت. حطيتها يا دوبك كام دقيقه كده على الشوايه، مش الفرن، اداني اللون دوت. طبعا انا مستعجله عاوزه اقطع منها ايه لو اتقطعت لما تبرد المربع هيطلع كده ايه جميل كده ومتقطع مربعات مربعات. بس انا طبعا زي ما انتم شايفين الدخانه، وانا الصراحه كنت بقى ايه بقى عاوزه اكل بقى حاجه بقى مسكره وسخنه في نفس الوقت، فصبت على طول.
يعني البطاطا دي تتاكل سخنة وساقعة في نفس الوقت. بصوا بقى، بصوا جمالها، بصوا جمالها. حاجة لذيذة، حاجة رخيصة ولذيذة في نفس الوقت. البطاطا بقى بالبشاميل روعة روعة. انت قومي كده اعملي صينية بطاطا في الساقعة دي تبقى جميلة. شجعوني باللايك يا حبايبي، انا بقالي مدة ما بنزلش فيديوهات عشان محدش بيشجعني. واستودعكم الله الذي لا تضيع عنده ودائعه. بنتي ساجدة بتقول لكم ما تنسوش اللايك، قولوا لهم لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا زر القناة. شفت بقول لها انا ما بعرف اقول الحاجات اللي بتقولها دي. انتوا بس اعملوا لايك، ولو مش مشتركة عندي اشتركي. وشوفي انت عاوزة المحتوى بتاعي يبقى طبخ او فلوجات او خياطة، او مع السلامة يا حبايبي.